العظيم إن الإساءة للشعب المغربي من طرفكم هو إساءة لنا جميعا، إساءة لكل عربي، وإساءة لكل مسلم، إساءة لي شخصيا. ما أحقركم وما أنذلكم، مجرد لعبة فضحتكم يا أنذال. اختصرتم علينا طريقا طويلا من محاولة التحذير من عنصريتكم العفنة. ثم تعالوا أجيبوني، هل أنتم قرود أم بشر؟ أما نحن فبحمد الله تعالى نؤمن بأننا بشر خلقنا الله تعالى. لا قوة إلا بالله. عن جد بالشيء اللي شفناه وسمعناه أفضل شيء واحد يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الفيديو مو جاي من المريخ ولا من أي ملعب بالأرجنتين، هذا الفيديو بافتتاح بطولة الشام بالجزائر، يلي شفنا يعني الشتيمة الجماعية لأهل المغرب. يعني عن جد شي بينكس راسكم، نحن راسنا مرفوع وين كان. حاج بقى تقولوا لي نحن أولاد ملة وحدة، أولاد جلدة وحدة، أولاد إسلام. نحن الإسلام والحمد لله، بس علي يعرف الإسلام. حاجة تقولوا نحن عروبتنا وأمازيغ وكلياتهم مع بعض ونحن جيران. نسفتوا كل شي بعرض الحائط، كل شي اللي كان عم بيشتم بالملعب هذا عديم التربية وعديم الأخلاق وعديم الإنسانية. هلا في ناس تطلع بتقول لي انه انت شغلتك بالفن، شو دخلك بالرياضه؟ الرياضه فن وادب واخلاق وتربيه، والفن ادب واخلاق وتربيه، فلذلك انا عم بحكي على التربيه والادب والاخلاق. هدول اللي كانوا جوا الملعب لا في تربيه ولا في اخلاق ولا في ادب. انا برجع بقول ما عم بعمم على كل اخواننا بالجزائر، حاشا، ان اهل وان اصدقاء وان عائلات هنيك كتير ولا بفتخر فيهم يعني. بس يلي شفناه بهالافتتاح هاد وهي الشتيمة الجماعية عن جد شي بينكس الراس وشي بيخجل وشي لازم يتحاسبوا عليه. كل شي مسؤول بالجزائر بالرياضة لازم تتحاسبوا عليه. واحد منكم عنده ذرة رجولة يطلع يقول اني عن جد في شي إساءة صارت، نحن بنعتذر، تقدموا اعتذار. لكن الاوردر اخدينه من وين؟ حفيظ الدراجي لما بيكتب كلمتين ثلاثة على الفيسبوك بيشحن وبيحقن العالم كلياتها حتى تطلع العالم تشتم. حفيظ الدراجي انت اكثر انسان كنت مستفيد من المغرب، انت اكثر انسان كنت منافق ولا زلت منافق، انت اكثر انسان يعني عندك عدائية بقناة بي ان سبورت، انت اكثر انسان منك حيادي ولا ابدا. مو عيب هذا الشيء يلي عم نشوفه من شتيمة بحق أهل المغرب، بحق إخوانك لك بالدين بالملة بالجيرة بالعروبة بالأمازيغ بال كلياته. وين هذا كلياته؟ ليش؟ أقسم بالله العظيم، أنا عم بقسم بالله بعام 2019 لما الجزائر أخذت بطولة أفريقيا طلعنا بعفوية بالمغرب. هون العالم طلعت ما بتعرف، ما حدا جبرها ولا حدا فرض عليها، طلعت بدافع المحبة، بدافع اني والله فريق الجزائر عربي امازيغي طلع فرح له، فرحنا من كل قلبنا، هللنا طبلنا وزمرنا. ليش؟ لاني من محبة داخليا عم نقول اني الف مبروك للجزائر. هذا هو يلي عم نشوفه هلا، شتيمة جماعية. نحن من زمان يعني مو بيقول لك المثل ما بتعرف غيره لتجرب غيره، يعني ما بتعرف قيمة الشعب المغربي حتى تشوف الطرف الثاني الحقد الدفين. والله عم نتعامل معاملة هون ما في أطيب منا وأحلى منا، ما عم نشوف شيء سيء أبدا. يعني كل اليوتيوبرية بالوطن العربي غلط، يعني يلي من مصر يلي من سوريا يلي من فلسطين كلهم غلط إلا أنتوا الصح. لما عم نحكي على أهل المغرب وطبيعة أهل المغرب ومعاملته، لا نحن عم نطبل ومنزمر للمغرب، نحن مستفيدين. لك شو مستفيدين؟ أنا مثل أي مواطن مغربي باكل بشرب بدفع مستلزماتي الشهرية، أجار بيتي، كل شيء، ما حدا عم بعيشني، ما حدا بدفع لي فلوس. ترجع بتقولوا لا، بتلاقوا لكم فرضنا ثغرة تانية، انت عم تعمل فيديوهات كرمال تستفيد من اليوتيوب، لك طز بالفلوس كلياتها. اذا انت عقلك صغير ومحدود عم تفكر بهالتفكير. نحن عم نعمل فيديوهات حتى نوصل الحقيقة، حتى نوصل شيء. من زمان بالسوشيال ميديا ما كان في سوشيال ميديا، ما كانت الحقيقة واصلة للعالم. يعني كيف اهل المغرب او كيف سوريا او كيف لبنان، هلأ صار في التواصل كتير سهل. طيب ليش
ترجع بتقولوا بدكم تدافعوا. لا، انتوا عم تعملوا فتنة ما بين المغرب والجزائر. نحن عم نعمل فتنة، وهدول ال40,000 هدول اللي عم بيشتموا بسبوا مين هدول؟ كمان نحن اللي هيجناهم، نحن اللي حقناهم. حاج بقى تضحك ولا حالكم؟ حاج تتخبوا يعني بالغربال، مش تتخبوا بالشمس؟ يعني ما فيك تتخبى وراء اصبعتك بالشمس. مكشوفين، الحقيقة باينة عند العالم كلياتها وعم بتبان أكتر وأكتر. لك حتى بالتنظيم تبع البطولة فاشلين فيه. جيتوا لتقلدوا المغرب اني والله جبتوا الامهات تبع اللاعبين، برافو، شيء كتير كويس هذا. جبتوا امهات اللاعبين قعدتوهم اني من بعد ما تنتهي المباراة او لكل شخص بفوت لاعب بفوت جول بيرقد لعند امه بده يبوسها. حاطين شبك مثل شبك السجن، يعني معتقل، حاطينهم برا. مين المعتقل بقى؟ الجمهور او اللاعبين؟ انا بشوف الجمهور هو المعتقل اللي فوق، او همجية بالتنظيم مشان ما ينزل الجمهور لتحت. اقل شيء بدك تقلد المغرب مثل ما عمل بوفال وحكيمي وهاللاعبين، يوسف نصيري لما راحوا لعند امهاتهم وابهاتهم، خليلهم انه بدون شبك يطلعوا بالمنصة الرئيسية، يطلعوا لعند امهاتهم وصورهم انه عم ببوس امه. معقول قال اللاعب ببد ايده من الشبك تجي الام بتبس له ايده؟ غيرت المعادله. يعني انتم حتى عملتوا التقليد بس بالمقلوب. يمكن انتم يعني بدكم تسووا شيء جديد، لكن شيء سلبي. معروف دائما ان الام هي اللي بتنباس ايدها واجرها وراسها وكل شيء بالام حطوا فوق راسنا. لكن قلت لكم حتى بالتنظيم فاشلين وغلط. أنا عم بحكي هلا بالرياضة، عم بحكي بالفن، ما تدخلت بشيء انه هذا لاعب افضل وهذا شيء. انا عم بحكي بشيء اسمه ادب، ما في شيء اسمه اخلاقيات بهالشتيمة يلي انشتمت. هو حدا يجي يقول لي مرة تانية نحن لسه انت عم تعمل الضغين وعم تعمل الفتنة. لك يا جماعة الخير، لما ناقشنا بالفن قلنا لكم هذا اللحن مولى فلان، هذا لا مغربي، لا هذا اللحن جزائري. جبنا لكم ورقة النوطة، لا هذا اللحن جزائري. راسنا وألف سيف، هذا اللحن جزائري. لك إذا أنتوا بس بدكم تستفزوا، يعني على فكرة أنتوا جماعة مستفزين. يلي على اليوتيوب عم بحكي، برجع بقول إني أنا ما عم بعمم نهائيا، بس يلي عم بيناقش هو حدا تناقشني، لأني ما ناقشته جاهلا إلا وغلبني، وما ناقشته عالما إلا وغلبته. نحن لما عم نحكي على أهل المغرب عم نحكي بكرمهم، بطيبهم، بمحبتهم، بتسامحهم. ما عم بشوف حدا قلبه أسود. 40,000 شخص عم بيسبوا المغرب بصوت واحد. معناتها شو هذا بيكون؟ هذا اسمه حقد، هذا اسمه حسد، هذا اسمه عداوة. شو بتسموه؟ ما خليتوا مسميات إلا لازم تتسمى. عن جد عيب، عن جد طفح الكيل معكم، عن جد ما بقى شيء انحكى. اي شيء ضربتوه بعرض الحائط. لك روحوا باي باي مع السلامه. والله وجعتوا لي راسي، عن جد اقسم بالله العظيم لسه بتقولوا ليش